في صيف سنة 2008 كانت الأجواء هادية في فندق فاخر في دبي. محدش كان يتوقع إن واحدة من أشهر المطربات العرب سوزان تميم حتكون ضحية واحدة من أغرب وأشهر جرائم القتل في العالم العربي. سوزان تميم كانت نجمة لامعة، صوت قوي وجمال لافت، ونجاح سريع خلاها تحت الأضواء دايماً. حياتها كانت مليانة علاقات معقدة، وزي أي شخصية مشهورة كانت دايماً محاطة بالناس، بس مش كلهم كانوا نيتهم خير. دخلت في علاقات عاطفية كتير، أشهرها كان مع رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، واحد من أغنى وأقوى رجال الأعمال في مصر. العلاقة بدأت بحب قوي، هدايا، سفر، ووعود بالجواز. لكن مع الوقت العلاقة تحولت لسيطرة، غيرة، وخلافات عنيفة. لما سوزان قررت تسيبه وتسافر بعيد، ده كان بالنسبة لهشام صدمة كبيرة. هي حاولت تبدأ حياة جديدة وتبعد عن أي تهديد، وسافرت لدبي واستقرت هناك. لكن المشكلة إنه هشام حسب التحقيقات ما قدرش يتقبل الفكرة. الهوس بدأ يزيد، مكالمات، محاولات رجوع، تهديدات غير مباشرة، حد ما حسب ما تم كشفه لاحقاً اتخذ قرار خطير جداً. في يوم 28 من يوليو عام 2008 دخل رجل إلى الفندق اللي كانت فيه سوزان. كان متخفي بهوية مزيفة، هادي، طبيعي، محدش شك فيه. الرجل ده كان ضابط أمن سابق اسمه محسن السكري. صعد لغرفتها واستنى اللحظة المناسبة. وبحسب التحقيقات حصلت مواجهة قصيرة داخل الغرفة، وبعدها تم قتل سوزان بطريقة وحشية. الجريمة كانت صادمة، مش بس لأنها حصلت في فندق فاخر، لكن لأن الضحية كانت شخصية معروفة جداً. شرطة دبي بدأت التحقيق فوراً. الكاميرات كشفت دخول وخروج الرجل الغامض. من هنا بدأ تتبع تحركاته، لحد ما تم تحديد هويته والقبض عليه. لكن الصدمة الأكبر كانت لما اعترف إن الجريمة مش فردية، وإنه أتكلف بالمهمة مقابل مبلغ مالي ضخم. الاسم اللي ظهر بعدها قلب الدنيا: هشام طلعت مصطفى. القضية انتقلت لمصر واتفتحت واحدة من أشهر المحاكمات في تاريخها. الإعلام كان بيتابع كل تفصيلة، والجمهور كان منقسم. ناس شايفة إنه مستحيل رجل بالمكانة دي يعمل كده، وناس شايفة إنه الفلوس والنفوذ ممكن يوصلوا لأي حاجة. المحكمة استمعت للأدلة، المكالمات، التحويلات المالية، واعترافات السكري، وفي النهاية تم الحكم على هشام طلعت مصطفى بالإعدام. ثم تم تخفيف الحكم لاحقاً إلى السجن المؤبد، وتم الحكم على محسن السكري بالإعدام، وتم تخفيف الحكم أيضاً. القضية خلصت قانونياً، لكن لحد النهاردة في أسئلة كتير لسه بتتسئل. هل كان الدافع حب ولا سيطرة؟ هل كانت سوزان عارفة قد إيه الخطر قريب منها؟ وهل كان ممكن تنجو لو اختفت بشكل مختلف؟ اللي مؤكد إن القصة دي مش مجرد جريمة، دي حكاية عن هوس ممكن يدمر حياة وينهي حياة تانية.